السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ النهارده كده باذن الله هنعمل من نص كيلو لحمه مفرومه وجبه غدا كامله وغذائيه وحلوه جدا، وهتبهري بيها جوزك وولادك ان شاء الله. الوصفه قدامكم اهيت، وعملنا جنبيها رز ابيض، ممكن تعملوا اي رز انتوا حابينه. دوت بفتيك كداب، وديت طاجن لسان عصفور باللحمه المفرومه. دي عملتها بربع كيلو لحمه مفرومه، وكل الكميه اللي انتوا شايفينها ديت بربع كيلو لحمه مفرومه. والله العظيم فاكريني بكدب؟ طب تعالوا نخش على الفيديو ونبتدي الوصفه ونشوف انا عملت الوصفه دي ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده كده باذن الله هنعمل وصفه بربع كيلو لحمه مفرومه. هنعمل ان شاء الله البفتيك الكداب، ان شاء الله مش هيطلع كداب ولا حاجه. ادي الربع اللحمه مفرومه اهي، هنحطها كده. وهحتاج بقسماط ناعم 3 معالق. ادي 1 2 3 معالق بس من البقسماط الناعم. وهحط البيكنج باودر، هاخد مثلا نص معلقه بس من البيكنج باودر. وهحط الملح والفلفل الاسمر. وهبتدي ان انا اقلب بقى المكونات دي كويس قوي. خلاص يا حبايبي، قلبنا عجننا اللحمه المفرومه كويس. هنكسر بقى البضايه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بضايه واحده بس، وهبتدي برضو ان انا اقلبها كده كويس. يا حبايبي انا عجنتها كويس اهي بالبضايه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبشر بصلايه وارجع لكم تاني. ادي يا حبايبي عملنا اللحمه المفرومه، وجبت بقى بصلايه متوسطه بشرتها اهي. وهحط لها فلفل اسمر، وهحط لها ملح، واقلبها كده كويس مع بعضها، ادعكها كويس بيها. انا عايزه اقول لكم انا ما رضيتش احطها من الاول علشان التركه ديت لما نيجي نحطها بعد ما قلبنا كل الخليط دوت، هو ده اللي هيديكي طعم البفتيك، هتديكي تيست حلو قوي. انا كده قلبتها اهي كويس. هقوم بقى حطاها كده. وهاجي بقى هقوم هقلب بقى كل المكونات دي، هعجنها في بعضها كده بايدي. بصوا يا حبايبي انا عجنتها كويس اهي، بقت متماسكه وجميله. هحطها بقى في التلاجة تريح شويه، حوالي 10 دقايق كده، مش كتير يعني، على بال بس ما اعمل بقيه الخطوات وارجع لكم تاني. بقى بجيب بوله كده او صينيه او اي حاجه اللي هعمل فيها الخلطه اللي انا هعمل بيها البفتيك. هحط معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقتين كبار من النشا، وفلفل اسمر، وملح. واقلب المكونات دي كده مع بعضها. وهبتدي بقى اضيف عليها الميه لحد ما تبقى عجينه سايله، مش عايزاها تخينه ومش عايزاها سايله قوي قوي يعني. هوريكم دلوقتي السمك بتاعي بعمل ازاي. طبعا افضل اقلب فيها لحد ما الاقي ان هي ما بقتش فيها اي تكتلات. بصوا يا حبايبي اهي قلبت فيها لحد ما بقاش فيها اي تكتلات اهي. وادي السمكه بتاعتها اهي، انا عايزاها كده. هحطها برده في التلاجة لحد ما نبتدي نشتغل بيها. بصوا بقى يا حبايبي، هبتدي ان انا ابل ايدي كده بالميه اهو. وابتدي بقى اخد من اللحمه العصاج اللي انا عملته دوت كور كده في حجم البضايه، ماشي، واركنها على جنب. تبقى بالظبط كده قد البضايه. طبعا الربع كيلو لحمه مفرومه بالاضافات اللي احنا حطيناها
ما شاء الله الكميه بقت حلوه يعني. هنشوف دلوقتي هتطلع كام واحده. بصوا يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، طلعت 12 حبايه من الكور اللحمه المفرومه اللي ان شاء الله تطلع بفتيك من الربع كيلو لحمه مفرومه. طيب انا هجيب صينيه عاديه اهي، وهنجيب اي اكياس عندك، اي اكياس ماشي، وهحط الكيس كده وهبتدي ابله بالميه. ليه بالميه؟ عشان لما اجي اخد منه قطعه اللحمه المفرومه ما لقاهاش لزقت معايا ماشي. وهقوم حاطه كده اهو، وبرده هبل من هنا كده، واقوم ابتدي ان انا اتك عليها كده، اعملها قطعه بفتيك بشكل عشوائي كده، تطلع رقيقه كده زي ما انتم شايفين اهي. اجي بقى امسكها كده اهو اهي، قطعه بفتيك اهي. لو فيها برضو حاجه عايزه تتسوى شويه مش مشكله اسويها تمام. اما اجي برضو ارصها في الصينيه اللي انا هاجي استخدمها، هقوم حطاها كده وهقوم الرص كله واقوم مغطيه كده، هوريكم ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، انا كده رصيت دول، هبتدي بقى اخد بقيه الكيس كده. طبعا انا الكيس بلا ميه زي ما انا ما قلت لكم. هبتدي بقى اغطي كده عشان اعمل حاجز بين كل واحده والتانيه ماشي. وهرجع برضو ارص كده لحد ما اخلص الكميه كلها، يعني بين كل راق وراق هيبقى لازم يكون موجود كيس، وطبعا تدهنوه ميه. بصوا يا حبايبي، انا كده خلصتها خالص اهيت. وطبعا زي ما قلت لكم لازم المشمع يبقى فاصل بين البفتيكه والتانيه عشان خاطر ما يلزقوش في بعض. هسيبها بقى في الفريزر حوالي ساعه كده عشان تبقى متماسكه اكتر واحنا بنقليها. هي ان شاء الله مش هتفك ولا حاجه، بس برضو نسيبها تريح في الفريزر كده شويه تبقى متماسكه شويه. دلوقتي يا حبايبي انا طلعت البفتيك اهوت، بصوا شمع اهوت في الفريزر، بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليه كده. طبعا هطلعه بكل سهوله اهو، بسم الله اهي. بصوا مشمعه ازاي وحلوه ازاي ومتماسكه. هبتدي بقى، وادي الخليط ده برضو كان في التلاجة، هبتدي بقى احط كده بسم الله الرحمن الرحيم، واقوم عامله كده في الخليط دوت. وبعد كده هاخدها اصفيها من الخليط دوت وانزل في البقسماط. هنزل في البقسماط كده واقلبها اهي. انزل منها بقى الزيادات ديت واركنها على جنب واعمل غيرها. ادي واحده تانية اهي هعملها معاكم اهي. بصوا طلعت بكل سهوله، ليه؟ عشان جمدناها في الفريزر. وهحطها هنا برضو وانزل عليها الخلطه الحلوه دي. وبعد كده هقوم رافعاها كده بالراحه خالص، يعني تعاملوا معاها بالراحه اهي. وهنزل كده في البقسماط واغلفها اهي. هخلص بقى كل الكميه وهرجع لكم تاني. ودلوقتي يا حبايبي هنبتدي نقلي بقى قطع البفتيك، هنفضها كويس خالص من اي زيادات عليها. وهبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم انزل كده في القلب، وبعدين ما ازودش كتير في الطاسه، يعني احط يبقى في براح كده بين الواحده والتانيه اهي. ودلوقتي يا حبايبي بقى هبتدي ان انا اقليه. وعلى فكره بصوا ما تقلقوش منه خالص، هو متماسك جدا مع نفسه اهو، الواحده بوحدتها طالما ماشيين خطوات كلها مظبوط ما تقلقوش خالص، باذن الله كله هيطلع زي الفل. وهنخلص بقى ونطلع ان شاء الله على الخضره الجميله ديت، وهخلص بقى كل الكميه وارجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي هنبدا وصفتنا باذن الله. هنقوم حاطين معلقه من الزبده، زبده او سمنه زي ما تحبوا. وعشان الزبده ما تتحرقش مني هحط لها حبه زيت كده صغيرين. طبعا يا حبايبي انا عامله لكم زوم على الصينيه، لكن هي معلقه يعني مش كبيره ماشي. هنزل بقى باللحمه المفرومه، ده ربع كيلو من اللحمه المفرومه
انا النهارده كده عملت لكم وصفتين باللحمه المفرومه. من نص كيلو لحمه مفرومه عملنا وصفتين، والاتنين احلى من بعض وغدوه جميله، والف هنا وشفا ليك ان شاء الله. هفضل بقى اقلب فيها كده لحد ما تتفتفت خالص ولونها يغير معايا. ادي اللحمه يا حبايبي اتفتفتت اهيت وبقت لونها جميل. هبتدي بقى انزل عليها بالبصل. انا عامله بصلتين كبار فرماهم، هنزل عليها كده اهو واقلبها كويس. وهنزل يا حبايبي بالفلفل الالوان اصفر واحمر واخضر. كل دوت فلفل مش حراق على فكره، اللي حابب يحط اي فلفل حراق مفيش مشكله، بس احنا هنا كلنا ما بنحبش الفلفل الحراق بصراحه. والفلفل الالوان ده جميل طبعا وفوائده جميله جدا. عايزه اقول لكم برده هنا التوابل عندي فلفل اسمر وملح وكزبره ناشفه، وعندي هنا دي بقى بهارات انا عاملاها كبابه صيني على قرفه على شويه حاجات كده جميله. يعني انتوا التوابل دي حطوا اللي انتوا حابينه، اللي انتوا شايفينه حلو ليكم مناسب ليكم حطوه مفيش مشكله. ماشي، هسيبها بقى تتغلغل مع نفسها كده وتستوي شويه ونشوف بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي يا جماعه برضو حطيت زبده ومعاها شويه من الزيت عشان ما تتحرقش، وهنزل بقى بلسان عصفور حوالي كوبايه ونص كده، وهبتدي ان انا اقلب فيه واحمره. انا عايزاه يصفر طبعا، تفضلوا تقلبوا فيه كل شويه عشان خاطر يطلع كله لون واحد ان شاء الله. كده اول ما اخلصه هرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ادي لسان عصفور احمر اهو، وادينا خلصنا اللحمه المفرومه. هبتدي بقى اجيب الطاجن ونشوف هنعمل ايه يا حبايبي. اضيف معلقتين من الصلصه كده كبار، بيدوا برده للحمه المفرومه طعم حلو قوي ولون طبعا. ده لما لا يصفى يعني يا دوب لسه هعبي الطاجن افتكرتهم، علقت تاني على اللحمه المفرومه عادي خالص، ورحت ضايفه معلقتين الصلصه مفيش اي مشكله. اهم حاجه تفتكروا الحاجه قبل ما ايه ما تعبوا حاجتكم يعني. هسيبها تاخد دقيقه كده وبعد كده هحط. جبنا يا حبايبي البايركس اهوت، او اي صينيه انت حابه ان انت تدخليها الفرن. حطيت اللحمه المفرومه اهي في العصاج وهنزل عليها باللسان عصفور. عايزه اقول لكم الوصفه دي تحفه ان شاء الله، تجربوها تعجبكم جدا. وكل الوصفه دي بربع كيلو لحمه مفرومه. هنقلب بقى كده الاتنين على بعض كويس، وهنزل بقى يا حبايبي كده بميه سخنه، وانا كده كده مولعه الفرن كمان. الميه السخنه يا دوب تغطي لسان عصفور. بس كده كفايه. هقلبها بقى كويس. مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي، جميله تحفه، وصفه جميله جدا. يبقى احنا كده النهارده عملنا وصفتين بنص كيلو لحمه مفرومه، عملنا البفتيك الكداب وعملنا طاجن لسان عصفور باللحمه المفرومه. هندخل دوت الفرن وان شاء الله اول ما يخلص هرجع لكم وهنبتدي نقلي في البفتيك. دلوقتي يا حبايبي وصفتنا خلصت اهي، الف هنا والف شفا. عايزه اقول لكم طلعت 12 حبايه بفتيك كداب، والله ولا طلع كداب ولا حاجه، طلع صادق والراجل ما قصرش في حاجه. انا عايزه بس ادوقكم حته هدوقها لكم انا. والله العظيم، والله العظيم اللي يدوقه مش هيقول عمره ان دوت باللحمه المفرومه، هيصدق ان هو بفتيك بلحمه عاديه خالص. جربوا الطريقه وان شاء الله تعجبكم. وعايزه اقول لكم برده الطاجن ده خرافه، ممكن تاكلوه بالمعلقه بالعيش مع الرز زي ما انتوا عايزين، هو بس هو كده كده معاه لسان عصفور. مش عارفه اتكلم من جمالها، والله العظيم تحفه. يم يم يم. عايزه بقى اقول لكم يا حبايبي لو الوصفه ان شاء الله عجبتكم ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب كلمه حلوه في كومنت. وعايزاكم بقى تعملوا عندكم كده تحت الفيديو على طول وهو شغال هتلاقوا كلمه تشكرات او شكرا، اضغطوا عليها واشكروني.
انا بقبل اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.